لما بحب بعمل حاجة سريعة وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، المكرونة الوايت صوص كل ولادي بيحبوها، كلنا بنحبها جدا، وهي من الحاجات السهلة السريعة. وكمان ممكن من كتر ما احنا بنطبخ وبنعمل خضار وكده تبقى من الأكلات يعني المميزة اللي بنعملها. أنا بحب أعملها بالمشروم، وممكن تعمليها بالفراخ، وممكن تعمليها سادة خالص. يلا بينا على طول نسمي الله وأقولك الطريقة. أنا بجيب حلة على النار وبحط فيها معلقتين أو 3 زيت كبار، واول ما الزيت يبتدي يسخن بنزل عليه ببصلايه صغيره متقطعه مكعبات زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. انا هعمل كيلو من المكرونه، هعمل كيسين مكرونه. هفضل اقلب فيهم لحد ما البصلايه دي لونها يدبل معايا. المشروم الفريش طعمه بيبقى حلو قوي. انا بصراحه رحت السوق وما لقيتش مشروم فريش، فجبت علبه مشروم. يعني لو عندك مشروم فريش هتجيبيه تمسحيه كويس، مش المشروم ما بيتغسلش، وبعد ما تمسحيه بمنديل هتقطعيه كده شرايح صغيره. انا صفيت الميه من قلب العلبه، واي نوع مشروم معلب ينفع. واول ما البصلايه ابتدت ريحتها تطلع معايا زي ما انت شايفه كده، سبتها يعني من 3 ل 4 دقايق على النار قبل ما لونها يغير. صفيت بقى علبه المشروم ونزلت بيها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. انا بحبها قوي بالمشروم، طعمها بيبقى حلو، المشروم مفيد جدا ومغذي. ويا سلام بقى لو فريش بيبقى برده خطير. بعملها بنفس الطريقه، وبنزله بقلبه برده دقيقه تقريبا ولا حاجه قبل ما احط بقيه المكونات بتاعتي. نزلت بدرجة حرارة النار لاني مش عايزة المشروم يستوي قوي. وبعدين هنزل عليهم بفلفل الوان، وما كانش عندي فلفل رومي. لو عندك فلفل رومي حطي، فلفل اصفر، فلفل اخضر اللي عندك. لو ما عندكش غير الاخضر بس حطي، بيبقى حلو جدا طبعا. والفلفل مغذي قوي وبيدي شكل حلو وطعم كمان حلو جدا. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق، دول معلقتين او 3 معالق على حسب ما بتحبي السمك بتاع الصوص عندك. انا نزلت بمعلقتين كده كبار يعني. قلبتهم برضو معايا، وبعدين هنزل بقى بكيلو من اللبن. هنزل باللبن كده بالتدريج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي اقلب اقلب اقلب. مش قادره اقول لكم يعني شكلها عامل ازاي. شكلها حلو جدا وطعمها كان حلو قوي قوي. انا واثقه ان هي تعجبك جدا لو جربتيها بالطريقه دي. هبتدي بقى املح الصوص بتاعي، رشه من الملح ورشه كده من الفلفل الاسود. انا بحب اضيف لها مكعب من المرقه، ولو عندك شوربه ممكن كمان تضيفي كوبايه من الشوربه عليها. هستنى لما الصوص قوامي يبقى متماسك كده يعني شويه، ما يبقاش خفيف قوي ولا تقيل قوي. فعشان كده ما تكتريش دقيق من الاول. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي، كنت سلقاها وبسيبها مش بسلقها للاخر، سيبي فيها تكه كده، يعني هتسيبيها تبقى داخله على سوا. وبعدين بحطها عشان تشرب بقى من الصوص ومن جمال الصوص كده، بيبقى طعمها حلو جدا. الصوص بتاعنا تقل واتظبط، ننزل بقى بالمكرونه بتاعتنا، اي نوع مكرونه عندك وتفضليه. بس بفضل اقلب فيها كده يعني 20 ثانية تقريبا لحد ما اتأكد ان هي شربت الصوص كويس. وبعدين بنزل عليها بأي نوع جبنة بتحبيه. الجبنة ساحت وطفيت عليها النار، وبألف هنا وشفا، بجد حلوة جدا. ممكن تستغني عن الجبنة، بس طبعا بتعزز طعمها قوي. لو عندك جبنة كريمي تحطي في الصوص وانتي بتعمليه، عندك جبنة موتزاريلا، عندك جبنة رومي زي ما تحبي. انا عشان كنت حاطة مع الشيدر رومي فما زودتش الملح بتاعها. قدميها مع شوية خضرة وبألف هنا وشفا. انا واثقة ان هي تعجبكم جدا. وصفة سهلة كده وسريعة وتغيير. تقدري تقدميها مع كفتة، مع بانيه، تاكلوها كده بس. هي في تلك الأحوال جميلة. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي شكرا انك بتشوفي الفيديو للاخر. لايك وشير للفيديو، وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد، وباي باي.